لو انت دلوقتي في فتره الامتياز، او لو انت قابلت في تمريض وخلاص هتبدا تنزل تدريب في المستشفيات، يا ريت تخلي بالك جدا جدا على نفسك، وتخلي بالك من الامراض اللي بتتنقل عن طريق الدم، زي الاتش سي في اللي هو هيباتيتس سي، التهاب الكبدي الفيروسي سي، الايدز لا قدر الله. كل الامراض دي ممكن تتعرض ليها اثناء التلامس مع المريض بالدم، اثناء اعطاء اي حقن، اثناء اعمال اي اجراء ممكن يتنقل لك عدوى عن طريق الدم في جسمك، ومحدش هينفعك تماما. فلازم قبل ما تنزل الشغل تخلي بالك جدا جدا من ارتداء الجلافز، منك لو حصل لك اي وغزه او اي شك من اي عيان تبلغ على طول المشرفه بتاعتك او السينيور على التدريب بتاعك او الدكتور او قسم فريق مكافحه العدوى داخل المستشفى. خلي بالك على نفسك ولازم تعيشها صح، وعشان لو اتنقل لك اي مرض من الامراض دي وخصوصا الايدز لا قدر الله مش هيقدر غير على حياتك انت، وساعتها مش هتلاقي حد يساعدك. فنخلي بالنا على نفسنا ونتعامل مع كل المرضى على ان جميع المرضى معديه. احنا مش بنمسك فايل حد نشوفه ده مريض معدي او لا، احنا كل المرضى بالنسبه لنا مرضى معديه، وده اللي اتعلمناه في مكافحه العدوى. غير كده لا، تقولش اصلا مش هيجرى لي حاجه، المريض شكله سليم، هو شكله سليم لكن ما تعرفش داخليا ايه. خلي بالك على نفسك وخلي بالك على اسرتك اللي انت هترجع لها في البيت. واهم حاجه طول ما انت في المستشفى لازم تعمل هاند هايجين وتغسل ايدك طول النهار، كل بعد قبل الاجراء وبعد الاجراء، وراجع اللحظات الخمسه لغسيل الايدي، واقرا شويه في مكافحه العدوى قبل ما تنزل. ما ينفعش تنزل امتياز او تنزل تدريب في المستشفيات من غير ما ترجع للحاجات دي كويس. لو استفدت من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو اول مره تشوفني على التيك توك تساعد اللي جنب الفيديو خلي قلب لونه احمر، وكمان اعاده نشر. ولو في اي سؤال عايز تساله لي في الامراض اللي بتتنقل عن طريق ايه، في عن طريق التلامس، في عن طريق الرذاذ، وفي عن طريق الدم، اسالني تحت في الكومنت وهرد عليك.